تطلق افلام رعب في كل حته لاجل قلبك ما يجمد، لكن مفيش فايده. جبله 1 2 3. هنطير في رحلة صغيرة مع الفنان الجميل سامي سرحان اللي قصته اتعملت فيلم قبل ما يمثل بسنين، واللي شارك في أعمال كبيرة ومهمة وعمل أدوار كوميدية مهمة جدا، غير حادثته الشهيرة واللي اتحبس فيها 15 سنة مع الأشغال اللي هقول لكم عليها دلوقتي. قبل ما نبدأ حلقتنا استأذنك تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير علشان ده بيساعدنا جدا في انتشار الفيديو. ويلا بينا. يا مساء الفل على الكل. فنان سامي سرحان من عيلة فنية قديرة، وأخو الفنان شكري سرحان ومحسن سرحان، وابنه الفنان أسامة سرحان. اتولد الفنان سامي سرحان سنة 1930 وكان شاب موهوب وشقي من صغره. بدأت رحلته مع التمثيل سنة 62 في فيلم الحقيبة السوداء مع أخوه شكري سرحان، وبعدها على طول عمل دوره الأشهر وهو صغير في فيلم صاحبة الجلالة لما كان الراجل اللي عاوز يقتل مارينجوس الأول بالسم وشرب السم مكانه ومات الموتة الكاريكاتيرية الشهيرة اللي احنا بنحبها في الفيلم. بعدها اشتغل الفنان سامي سرحان في المسرح والسينما كتير، بس في ادوار صغيره قوي لحد التلفزيون ما اكتشفه. فضل يكبر واحده واحده لحد ادواره ما كبرت في التلفزيون وفي المسرح، وبدات ادواره تكبر اكتر في التسعينات ويعمل ادوار مميزه وافيهاته تبدا تعلم مع الجمهور، زي ادواره مع عادل امام في فيلم الارهاب والكباب وفيلم النوم في العسل وبخيت وعديل. كل ده وهو شغال منتظم في المسرح وما سابش التلفزيون برضه، لان هي دي الادوار الكبيره اللي بتوكله عيش وبتخليه يعرف يمثل ويعمل الحاجه اللي بيحبها. لكنه في السينما مشاهد قليله قوي كان بيقدر يعلم مع المشاهدين، زي دوره في فيلم اضحك الصوره تطلع حلوه لما كان طالع بدور الغني اللي مرضاش يدي لاحمد زكي العربيه، ودور العقيد الرخم في فيلم الواد محروس بتاع الوزير. وتيجي الألفينات بموجة جديدة من الكوميديا وبنجوم كوميديين جداد، ويكون للفنان سامي سرحان نصيب حلو معاهم ويعلى نجمه معاهم واحدة واحدة. لكن قبل ما نتكلم عن محطته الأخيرة في الألفينات نتكلم عن محطته الأولى وهي الجريمة اللي اتحبس بسببها. سامي سرحان وهو صغير كان شاب شقي ومتهور، وشقاوته دي كانت السبب في توريطه مع 2 أصحابه في سرقة محل وقتل سايس أو حاجة شبه كده. اتحكم عليه ب 15 سنة سجن، وكانت القضية دي في وقتها قضية رأي عام، لدرجة ان اخوه شكري سرحان مثل دوره وهو بيعمل الجريمة دي في فيلم احنا التلامذة سنة 59. وعلى حسب ما سمعت ان لما كان الرئيس جمال عبد الناصر بيكرم شكري سرحان فشكري سرحان كلم عبد الناصر عن اخوه علشان يفرج عنه، وده اللي حصل فعلا، وخرج سامي سرحان من السجن بعد ما قضى فيه 10 سنين. لكن في كلام تاني قريت عنه برضه انه افرج عنه بعد 10 سنين حسن سير وسلوك، واكيد الحادثه دي هي اللي اخرت مشواره وخلته يكبر ببطء في الوسط رغم موهبته الكوميديه الكبيره. ونرجع تاني فترة الألفينات وأحلى أدوار لسامي سرحان اللي بدأت مع فيلم عبود على الحدود لما عمل دور مطرب النشاز. قولي عمال لك ايه قلبي اللي انت نسيه. قولي يا اللي هنسكت بتسببه ده بتبوظ الاغنيه، عايز تقفل المحل. ووكيل الوزارة في فيلم الناظر. جرايه يا سيد، انا لا اهتم بمثل هذا الروتين ولا هذه الشكليات. وبعدين ادي امضتي يا انت هتدوشني ليه؟ ادي امضتي كمان واحد دوره الجميل اللي كان عسل فيه في فيلم الساحر. تمسك البطوه كده ولازم عصبك يبقى زي عصبي. عصب شوف ازاي؟ عصب بس بواسيرك يا سيد، مالكش دعوه بواسيري. واخر فيلمين لسامي سرحان مثلهم هم اكبر ادوار اخدها في حياته، وهي اكتر ادوار عايشه دلوقتي بشخصيه بدوي في فيلم التجربه الدنماركيه. 4 تيرانو معقول حتى فيهم الفطار ده؟ قلت لك 100 مره العيال دي لازم تتغذى كويس. يا سعاده الباشا مش حضرتك قلت لي جهز فطار خفيف؟ فين مجانس وترابيزي؟ مجانس وترابيزي يا سعاده الباشا. والدور الخالد عم اشقية مصر المعلم جابر الشرقاوي في فيلم فول الصين العظيم. انا جابر الشرقاوي عم اشقية مصر وعميد المجرمين يطلع لي واد حفيد يمرمط سمعتي في الارض. الدور اللي من اول ما اخترعوا الكوميك والمعلم جابر هو الكينج بكلامه وتعبيراته وادائه الحركي. بصراحه كان في ذروه موهبته في الفيلم ده. اسمع محي. نعم يا جدي. زماننا ده ما ينفعش فيه غير الحرامي المستقيم
واحنا عايزين مصلحتك. وانا رقبتي يا معلم جدي. يقدر سامي سرحان بملامحه البسيطة وانفعالاته الحادة انه يضحكنا قوي، وافهاته تعلم معانا وتعيش حتى بعد وفاته سنة 2005 بعد عرض فيلم سور الصين العظيم. الله يرحمه ويغفر له، متعنا كتير واعماله هتفضل عايشة لسنين كتير قدام. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبتك الحلقة متنساش الاشتراك في القناة واللايك والشير، واشوفكم في حلقة جديدة في السينما. سلام. تطلق افلام رعب في كل حته لاجل قلبك ما يجمد، لكن مفيش فايده. جبله